مع آخر كل شهر هناك موعد للمواطن الجزائري مع استلام راتبه الشهري، والذي يختلف من مواطن لآخر. فهنا بعمق ولاية تيرت سألنا المواطن هل يكفيه راتبه أم يلجأ للاستدانة أو ما يعرف بالكريدي. عندي 18 مي، هذه ما تكفينيش. عندي 8 ذراري وامهم ومربي ولد اختي، والله غالب ما صبنا وين عليها، الله غالب. راهم بدينا اصحاب الخير، واحد يعطينا وواحد يعاوننا وواحد يسلفنا وواحد وهي راح. انا نلحق واحد 1,500,000 2 ملايين قريب كريدي. واه عندك هذيك 3 ملايين تقارع لها من الشرشر، عينيك اللي طارين مول الحانوت يسال مول الكازير، لا الطبيب تدي ولدك ولا بنتك يمرض لك، الله غالب. الله يكثر خير صحاب الحواني دايرين خير في عباد الله. هذه وينها كيما هكذا نشريها ب 20,000 نصور بها 5,000. فئة أخرى من أصحاب المنح والمعاشات الشهرية لا يكفيها الراتب وقد تلجأ للعمل، خاصة مع إقبال شهر رمضان أين تتضاعف المصاريف. رمضان فوتوا كما خبرته، هذيك 700 قرصوا منها وكردوا وكذاش وفوتوا رمضان. ايوا كاين منين يكمل رمضان نلقى روحي طايح بواحد 1,000,000 داين. انا نخلصوا 700,000، كل 700 هذه ما وين تلحق هذه 700. كيما القهوه راه دير 140، والصوالح غاليه، الناس راها تنافقين مع بعضها كريدي وصوالح. غلاء الكثير من المواد الاستهلاكية أصبح يفرض على المواطن الجزائري حاليا عدم التبذير، وحتما لا مناص من الكريدي، خاصة في مناسبة شهر رمضان.